وبيبدأ الجزء الثاني من سلسلة جون ويك مع جون وهو بيطارد واحد من رجالة إبرام وبياخد منه المفتاح الخاص بيه علشان يقدر يدخل وكر إبرام السري، والوكر ده مش أي حد يقدر يدخله غير بمفتاح معين وبصمة معينة، والمفتاح ده مش بيكون موجود غير مع رجالة إبرام وبس. وفعلا بينجح جون في دخول وكر إبرام، وبنعرف إن إبرام ده يبقى أخو فيجو، وفيجو قبل ما يموت اداله عربية جون يشيلها عنده في المخازن بتاعته. وطبعا إبرام علشان عارف جون كويس فبيكون متأكد إن جون أكيد هيدور عليه لحد ما يلاقيه علشان ياخد عربيته. وبعد ثواني بيسمع إبرام صوت ضرب نار، وبيعرف كده إن جون خلاص وصل المخازن وقتل أغلب رجالته. وبعد ما بيلاقي جون العربية بيدمرها هو بيقتل بيها كل رجالة إبرام. وبعد ما بيخلص عليهم جون كلهم بيطلع لإبرام المكتب وبيعقد معاه اتفاقية سلام وبيشرب معاه كاس ويسكي، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وبيرجع جون البيت وبياخد شاور، وتاني يوم الصبح بياخد بدلته السودا الخاصة بالشغل والصندوق اللي فيه كل الأسلحة بتاعته وبيدفنهم في البدروم من تاني. وبعد كده بيجي أوريولو علشان ياخد العربية بتاعته ويصلحها، لكنه بيتصدم لما بيلاقيها متدمرة تماما. وبيقول له أوريولو رغم ان فيها حاجات كتير متدمرة الا انه هيقدر يصلحها. وبيشكر جون أوريولو لانه قال له على مكان العربية بتاعته فين. وبكده بنعرف ان اللي دل جون على مكان وجود العربية هو أوريولو. وبعد ما بيمشي أوريولو بيرن جرس الباب، ولما بيفتح جون بيكون صديق قديم ليه اسمه سانتينو. وبيتصدم جون لما بيشوفه وكأنه عارف هو جاي له ليه. وبيطلع سانتينو تميمة من جيبه عليها دم جون، وحسب القوانين اذا تم تعاقد بين اتنين على اتفاقية تميمة يبقى مجبر كل واحد فيهم تنفيذ الاتفاقية، والا وقتها يبقى الشخص التاني من حقه يقتل الشخص الاولاني. وبيطلب سانتينو من جون ينفذ له مهمة معينة، لكن جون بيرفض وبيقول له ان بعد عن الطريق ده من زمان ومش عايز يرجع له تاني وعايز يعيش في هدوء وسلام. وطبعا بيتضايق سانتينو جدا من رد فعل جون وبيسيبه وبيمشي، لكنه قبل ما يمشي بيقول له بيتك حلو قوي يا جون، شكله كده بيهدده او ناويله على نية سودا. ولما بيجي الليل بنشوف سانتينو وهو بيقرب من بيت جون وبيكون معاه سلاحه الخاص وتحديدا قاذفة صواريخ، وبيضرب رصاصه في الازاز بتعمل انفجار قوي جدا لدرجة ان جون بيطير بره البيت من شدة الانفجار. ولما بيفوق جون وبيشوف بيته وصور حبيبته هيلين وهما بيتحرقوا قدام عينيه بتشتعل جواه نار الانتقام من تاني. وبيروح بعد كده لفندق الكونينتال وبيقابل وينستون مدير الفندق وبيحكي له على كل اللي حصل وكل اللي عمله معاه سانتينو. لكن وينستون بيرد على جون وبيقول له انت اللي بدأت لما رفضت الالتزام بقواعد التميمة، وبما انك التزمت بعهد يبقى لازم تنفذ الاتفاق وتنفذ المهمة اللي طلبها منك، وبعدها لما تبقى حر انتهي منه زي ما انت عايز. وبيفكر جون في كلام وينستون وبيعرف ان كلامه صح وبيقرر ينفذ المهمة لسانتينو وبعد كده هينتقم منه. وبيروح جون بعد كده المتحف الفني الحديث بنيويورك علشان يقابل سانتينو ويعرف منه تفاصيل تنفيذ العملية اللي هو عايزه يقوم بيها. وبيطلب منه سانتينو طلب غريب وهو ان تنفيذ العملية يقتل اخته جيانا عشان ابوهم قبل ما يموت كتب في وصيته ان هي اللي تورث منصبه للمجلس الاعلى للمافيا، والمافيا دي بيطلقوا عليها القمورة. وبيقول سانتينو لجون عشان هي اخته من دمه فمش هيقدر يقتلها بايديه، وبسبب كده هو عارف ان الوحيد اللي هيقدر ينفذ المهمة دي هو جون. وبعد كده بيروح جون لبنك معين وبيكسر الوديعة اللي بتكون عبارة عن بدلة سودا وسلاحه الخاص وبعض العملات الذهبية. وتاني يوم بيسافر لروما مكان وجود جيانا، وبينزل في فندق كونينتال اللي في روما وبيصمم اكتر من بدلة مؤمنة ضد الرصاص، وبيستعين من الفندق ببعض الاسلحة الجديدة والحديثة. وبيقدر كمان يوصل للخريطة الاصلية لولاية دي انطونيو اللي هي ولاية عائلة سانتينو، وخريطة المعبد والسرداب اللي موجود تحت الولاية. ولما بيجي الليل بيلبس جون بدلته السوداء وبياخد اسلحته وبيقدر يدخل من سرداب المعبد اللي تحت الارض بدون ما حد يشوفه. وبعد لحظات معدودة بس بتوصل جيانا للحفلة المقامة في المعبد في الوقت ده، وبتدخل جيانا غرفتها الخاصة علشان تظبط مكياجها، لكنها فجأة بتلاقي جون واقف وراها وبتعرف ان هو جاي علشان يقتلها. وبتقول له احنا في يوم من الايام كنا اصدقاء مقربين جدا ولسه بنعتبر نفسنا اصدقاء لحد دلوقتي. بيرد عليها جون وبيقول لها وانا كمان. بتساله عن سبب رجوعه تاني، بيقول لها التميمة. بتقول له مين صاحب التميمة اللي عايزك تقتلني علشان يعفو عنك؟ بيقول لها اخوكي. وبتفهم جيانا كده ان اخوها هو اللي باعت جون علشان يقتلها، وعشان هي عارفة ان قتلها هيكون صعب على جون فبتمسك السكين وبتقطع شرايين ايديها بطريقة بشعة. وبيقف جون مكانه وهو مذهول وبيسألها ليه عملت كده؟ قالت له علشان انا عشت حياتي زي ما انا عايزة وهموت زي ما انا عايزة برضه. وبعد ثواني معدودة بس بتموت جيانا ودمها بيملى حمام السباحة كله، وبيضربها جون برصاصة في دماغها علشان يثبت ان هو فعلا اللي قتلها، وبكده ينهي عقد اتفاق التميمة. وبعد ما بيخرج من غرفتها بيشوف الحارس الشخصي لجيانا وبيعرف على طول ان هو جاي علشان يقتل جيانا، وبيطلع مسدسه علشان يقتله، وبيطلع جون هو كمان مسدسه علشان يخلص عليه. وبيبداوا حراس امن المكان يهاجموا جون علشان يخلصوا عليه، لكنه بيخلص عليهم كلهم. وبعد ما بينهي عليهم بيخرج من السرداب اللي دخل
منه، لكنه بيتفاجئ ان رجاله سانتينو بيكونوا مستنيينه علشان يقتلوه هم كمان. لكن جون بيكون شخص قوي وبيكون عارف ان سانتينو اكيد هيغدر بيه، وعشان كده كان حاطط اكتر من سلاح في اماكن مختلفه في السرداب وبيتصدى ليهم وبيوقعهم كلهم واحد واحد. وقبل ما يوصل جون فندق كونينتال بيقطع عليه كسبان الطريق وبيخبطوا بالعربيه، وبعد كده بينزل من العربيه وبيفضلوا يضربوا في بعض ضرب عنيف بوحشيه، وبيحاول كل واحد فيهم يخلص على التاني الاول، لكنهم بيفشلوا وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيكسروا الازاز وبيخترقوا فندق الكونينتال. وبيتعصب مدير الفندق عليهم اللي هو وينستون وبيفكرهم بالقوانين وبيقترح عليهم يدخلوا الحانه يشربوا ويسكي مع بعض ويرتاحوا شويه، وفعلا بيعملوا كده. وبيسال كسبان جون ايه السبب اللي خلاه يقتل جيانا، وبيحكي له جون على كل حاجه وان سانتينو هو اللي اجبره على الرجوع للمنظمه من تاني. وفي نهايه الكلام بيقول كسبان لجون ان هو لو كده فاكر انه انتهى من اتفاقيه التميمه يبقى غلطان، لانه قتل رئيسته في الشغل وهو كان بيحبها وبيحترمها جدا ومش هيسيبه غير لما ياخد بطارها منه. وبعد ما بيرجع جون لغرفه الفندق بيتصل عليه سانتينو وبيقول له انه مش زعلان على انه قتل اخته، لكن جون مش بيديله فرصه يكمل كلامه وبيقفل الفون في وشه على طول. وبيتضايق سانتينو هو كمان من رد فعل جون عليه وبيقرر ينتقم منه اكتر ويعلن عليه الحرب مره تانية. وبيتصل بالبنك الخاص بالمنظمه وبيعلن عن مكافاه قيمتها 7 مليون دولار للي يقتل جون، وبيبعت البنك الاعلان ده لكل اعضاء المنظمه في نيويورك. وبعد كده بيطلب وينستون من سانتينو ينهي عقد التميمه اللي بينه وبين جون، لان جون نفذ الاتفاقيه وانهى المهمه وسد الدين اللي عليه. وفعلا بيمضي سانتينو على العقد وبيقول ان جون كده كده ميت، ده لو ما كانش مات دلوقتي. بيرد عليه وينستون وبيقول له انت كده طعنت الوحش في ظهره واجبرته على الرجوع للحياه اللي اعتزلها من تاني، وحرقت بيته وهديت حياته كلها فوق راسه، وخليك فاكر ان هو حذرك وانا كمان حذرتك، واللي كان منعه عنك اتفاقيه التميمه ودلوقتي بعد ما انهى الاتفاقيه واصبح حر تفتكر هيعمل فيك ايه. وبنشوف جون وهو ماشي في شوارع نيويورك وبيتم الهجوم عليه من كل اعضاء المنظمه، لكنه بيقدر يخلص على اغلبهم. وبعد كده بيقابل كسبان وبتبدا بينهم المطارده وبيركبوا المترو وبيستنوا لحد ما الناس كلها تنزل، وبيبدا بينهم الاكشن بعد كده. وبيقدر كسبان يطعن جون بالسكين في رجليه، لكن جون بيفضل يقاومه لحد ما بيضربه بالسكين في صدره وبيقول له لو خرجت السكين من صدرك هتفضل تنزف لحد ما تموت، ولكن لو سبتها مكانها هتعيش، ودي اعتبرها جميله مني ليك علشان ما تموتش. وبيسيبه وبيخرج وبيروح بعد كده لواحد متسول في صاله المترو اسمه اوريال وبيديله عمله ذهبيه وبيقول له ياخده البوري كينج. وبيفقد جون الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في مكان غريب اشبه بالمستشفى وتم علاجه وخرجوا رصاصه من جسمه. وبياخده اوريال بعد كده لمكان بوري كينج، واول ما بيقابل جون بوري بيقول له يساعده لحد ما يقتل سانتينو. بيرد عليهم بوري وبيقول له وانا ايه اللي يخليني اعمل كده؟ ايه المقابل يعني؟ ده غير ان احنا في بينا طار قديم، ولا انت نسيت؟ بيقول له جون تاني ان سانتينو بعد ما قتل جيانا اخته كده هو اللي هيقعد على كرسي العرش، وبعد ما يمسك الحكم مش هيرحم اي حد في نيويورك كلها، وعشان كده هو عايز ينتقم منه ويقتله ويريح الناس منه ومن شره. وبعد وقت من التفكير بيقتنع بوري بكلام جون وبيديله سلاح قوي ثمنه 5 مليون دولار، وبيدله كمان على مكان سانتينو وبيقول له انه موجود حاليا في المتحف الفني بنيويورك. وبينجح جون في انه يدخل المتحف، واول ما بيشوف سانتينو بيبص لبعض نظرة تحدي، وفجأة بيهرب سانتينو من المكان ورجالته بيحاولوا يحموه، وبيتصدى جون ليهم كلهم وكالعاده بيقدر انه يقتلهم ويخلص عليهم واحد واحد. وبيطلع سانتينو لمعرض غريب في المتحف اسمه انعكاسات الروح، والمعرض ده بيكون كله عباره عن مرايات منعكسه. في الاول بيقدر جون يخلص على الاثنين الحراس اللي مع سانتينو، لكن بيجوا 3 حراس تانيين علشان يحموا سانتينو ويخلصوا على جون، لكن برضه جون بيقدر انه يخلص عليهم وبيضرب نار على سانتينو، لكن سانتينو بيقدر انه يهرب من المتحف كله. وبيروح بعد كده لفندق الكونينتال لان ده امن مكان ليه دلوقتي، وهناك جون مش هيقدر يقتله والا كده هيكون بيخالف قوانين الفندق. وبعد ثواني معدوده بيوصل جون هو كمان لفندق الكونينتال وبيطلب مقابله وينستون، وبينزل جون للصاله اللي بيكون موجود فيها وينستون وسانتينو مع بعض، وبيكون في ايديه المسدس، وبيقف جون قصاد سانتينو وبيستعد علشان يقتله. وبيحاول وينستون يهدي جون لانه لو قتله بكده هيكون اخترق القوانين وهيتحول لشخص منبوذ مطلوب للعداله ولازم يقتلوه، لكن جون مش بيهتم لكلام وينستون وبيضرب سانتينو برصاصه في دماغه وبيقتله على طول. وبعد كده بياخد كلبه وبيرجع للبيت وبيلاقي السلسله اللي اهداها لمراته هيلين في عيد جوازهم. وبعد ثواني بيجي شارون مساعد وينستون وبياخد جون بالعربيه علشان يقابل وينستون، وبيقول وينستون لجون ان منظمه كامورا ضاعفت المبلغ اللي كان اعلن عنها سانتينو لقتله، وبيقول له كمان انه مش هيقدر يحميه المره دي لانه كسر قواعد الفندق والمفروض ان هو دلوقتي يكون في عداد الموتى. وبيساله جون هو ليه ما قتلهوش وسايبه عايش لحد دلوقتي. بيقول له وينستون انه مش عايز يقتله، فبيديله تميمه وبينفيه بره البلد وبيتمنى له حياه افضل، وبيقول له قدامك ساعه واحده بس تهرب فيها. وبيعلن وينستون هو كمان عن مكافاه مقابل قتل جون خلال ساعه واحده بس،
وبيمشي جون في الشارع والناس كلها بتبص عليه، وبيحاول يهرب هو والكلب بتاعه قبل ما حد يقتله. بس كده خلصت حكايتنا النهارده، باي سلام. وعشان لكل فيلم حكاية، دي كانت حكاية فيلمنا معاكم النهارده، وما تنسوش ان دعمكم لينا بالشير واللايك بيساعدنا نكبر اكتر. اللي كتب الفيلم ده يوسف السباعي، وكنت معاكم على المايك انا نجاة الروبي، ودي قناتي فيلم سكوب.